السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة أنتم ومن تحبون. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غيكون واحد شوية مختلف لأنني من خلال هذا الفيديو بغيت نوجه رسالة لبعض الأزواج اللي تخلاو على الزوجات ديالهم في المرض. إذن نفسروا أكثر ونفصلوا أكثر. كاين واحد الفئة كبيرة من بعض الرجال اللي كيتخلاو على الزوجة ديالهم أو الزوجات ديالهم في وقت المرض. يعني ملي كتمرض الزوجة كيكون شي مرض، يعني واحد شويه مستعصي، ما نقولش مستعصي بزاف، المهم واحد شويه مستعصي او لا مرض مزمن، مرض واحد شويه ثقيل. فكي يعني الزوج يهني راسو كليا، يا اما تيطلقها يا اما تيتخلى عليها وتيديها لدارهم. ما بغيتش ندير ما بين قوسين تيرميها لدارهم، ولكن غنقول تيحطها في دارهم وتيخوي راسو من كل مسؤوليه، او انه تيروح يتزوج، يمشي يتزوج وتعيش الحياة ديالو. اللي بغيت نقول لك اخي الرجل، ان الله سبحانه وتعالى ملي ابتلاها فهو ربط ابتلاءها بابتلاءك. يعني انت كذلك مبتلى، الله سبحانه وتعالى ابتلاءك. هتصبر؟ هل تصبر؟ يعني هل تصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى؟ ملي تيمرض لك الابن ديالك، مثلا ولدتي واحد الوليد وصافي ما بقيتيش ولدتي عاوتاني، او ان مثلا الاطباء قالوا لك للاسف ما بقاش عندك امكانيات انك تولد. فانت ملي تيمرض لك هذاك الولد فممكن تنفق ثروتك كامله على هذاك الولد. علاش؟ لانه غادي يهز النسب ديالك، لانك هذاك هو تكمله النسب ديالك، هذاك هو الخليفه ديالك في النسب. نعم. كما انت هذاك الولد يعني غالي عليك كأب، فحتى ديك الزوجه فهي غاليه كذلك على الاهل ديالها. حنا دابا كندويو على الموضوع يعني من برا، ندخلوا الموضوع من الداخل. بالنسبه لهذه الزوجه ملي تيبتليها الله سبحانه وتعالى وتتمرض، فهي ليس باختيارها. الابتلاء ليس باختيارنا، نحن لا نختار ابتلاءاتنا ولا نختار امراضنا، هي ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى تاتي. نعم، اختبارات أنصبر أم نكفر. بالنسبة مثلا لواحد الحالة ديال واحد السيدة أصابها السرطان، و يعني الأطباء كان ضروري أنهم يقوموا باستئصال، يعني استئصال الثدي. الزوج ديالها تيقول بأنه هو ما بقاش يشوف مرته جميلة، ولهذا بغى يتزوج عليها. يعني هو باغي يبقى مرته، باغيها تبقى معاه ومع ولادو، وفي نفس الوقت باغي يعيش حياته. واحد السؤال اخي الفاضل، واش سولتي ديك السيده حتى هي واش باغا تعيش حياتها ولا لا؟ واش سولتي ديك السيده شنو تيضرها وشنو ما تيضرهاش؟ هذيك السيده ما غاديش تحس بها انت ولا غنحس بها انا، غادي تحس بها مريضه السرطان مستأصله الثدي ديالها، غتحس بها مريضه السرطان اللي هي تحت الكيماوي كل فتره، هي اللي غادي تحس بها، ما غاديش نحس بها انا او انت. فانت الا جيتي على نفسك واحد شويه وصبرتي عليها وتضرعت الله سبحانه وتعالى وطلبتي الله سبحانه وتعالى، فانت لا تدري اين الخير، لا تدري اين الخير. والانسان قبل ما ياخذ اي خطوه في هذه الحالات يتفكر ان الله سبحانه وتعالى موجود، وما يعني ما يبانش لك راسك انك يعني انك بعيد على هذا الابتلاء، وبعيد على المرض، وبعيد على انتكاسات الدنيا، وبعيد وبعيد وبعيد. لا لا اخي، كما هي في الدنيا وابتلاها الله، حتى انت في الدنيا يقدر يبتليك الله سبحانه وتعالى. هذا موضوع ما فيش نقاش. لان حتى انت لو تبطرت رجلك، لو تقطعت رجلك، او تبطرت اليد ديالك، او اصبت بمرض، حتى لو اصبت بمرض معدي، هي مستعده انها تجلس معاك. علاش؟ على العشره. الله سبحانه وتعالى قالنا وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، لتسكنوا اليها. السكن ماشي غير شي حوايج دنيويه، لا، الزواج اسمى من هذا الشيء، اسمى من هذا الشيء. هي غتقاتل عليك، غدير كل شيء، غتدق كاع البيبان باش تبقى، ولو انها غادي تخدم برا وتخدم لداخل، بس ولكن راك انت كاين مع ولادك وكاين معها هي. علاش كسر بالخاطر ديالها؟ علاش؟ يعني هي يكفيها فقط كسرة المرض، هي فقط يكفيها كسرة المرض، يكفيها كسرة الألم،
الالم اللي كتنعس بيه، الالم اللي كتمشي بيه عند الطبيب، الالم اللي كتهزو في الذات ديالها طول اليوم، باش انك انت غتزيدها واحد الالم النفسي يكفي الالم الجسدي. ما فيها باس الا جيتي على نفسك واحد شويه، ما فيها باس الا صبرتي واحد شويه، ما عرفتيش اشنو الله مكتب لك من هنا لقدام. علاش تيقولوا لا راه اشرح حل ربعه؟ انا لم اقل العكس، انا لست ضد الشرع، فعلا الشرع حدد ربعه، ولكن انت غتزوج عليها لسبب. غتزوج عليها لانها ما بقاتش جميله في عينك، لانها مثلا تم استئصال واحد العضو من جسمها، مثلا الله سبحانه وتعالى ابتلاها بواحد المرض في الجسم ديالها، جلدي او اي مرض، فانت صافي ما بقيتيش كتشوفها زوينه، اذا انت عندك البديل، غادي تقدر تبدل. ولكن هي الا مرضتي ما غاديش تقدر تبدل وما غاديش تقدر تتخلى. للاسف احنا في واحد المجتمع انه لا يعاقب، كنقول العقاب اللفظي وليس العقاب القانوني، لا يعاقب الرجل اذا تزوج اخرى لان زوجته مرضت او لا وقع لها شي مشكل، ولكن تجلد الزوجه اذا تخلت عن زوجها وهو مريض. هذا يحضر في المجتمعات ديالنا، في المجتمعات العربيه. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا قال تنكح المرأة لأربع: لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها. ولكن أشنو قال؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني صاحبة الدين، صاحبة الدين اللي كتخاف الله سبحانه وتعالى فيك، تخاف الله في ولادها، تخاف الله في المعاملة، ان ديك السيدة ما عمرها غتأذيك، ما عمرها غادي تتخلى عليك، لأن قلبها معلق بحب الله سبحانه وتعالى. فانا ما كنتهجم على حتى شي حد وما كنهاجم حتى شي حد، ولكن احذروا كسر الخواطر، احذروا كسر الخواطر. الله سبحانه وتعالى جل جلاله قادر انه يجبر هنا ويكسر هنا، يجبر هنا ويكسر هنا. الله سبحانه وتعالى هو اللي ابتلى وهو اللي قدر هذا الابتلاء. لو عندك انت ايمان قوي بالله سبحانه وتعالى فانت هتكون مطمئن، يعني غتعيش مطمئن، غادي تقول هادشي ابتلى نبي الله سبحانه وتعالى وبغى يختبرنا، وحنا غادي نكونوا قد الاختبار، ماشي في اول دودان او لا اول مطب ترميه هي وتكمل الطريق ديالك. لا لا، وخصوصا اذا عندكم اولاد. يعني شوف انت هذوك الاولاد ملي غادي يكبروا وغيعرفوا ان الاب ديالهم تخلى على الام ديالهم حينتاش مرضات، ماشي حيت سيئه الخلق، ماشي حيت سيئه التربيه، ماشي حيت مهمله في بيتها، ماشي حينتاش الناس يقولوا عليها او الناس يشيروا لها بالاصبع انها كدير، لا، تخلى عنها لانها مرضت، تخلى عنها لان الله سبحانه وتعالى ابتلاها. سمحوا لي نكثر من هذه الكلمه ديال ان الله ابتلاها، لان المرض لا نختاره. راه ما كنمشيوش اسيدي ناخذوا القفه وتمشيو للسوبر مارشي ولا كنمشيو للسوق وكنختاروا المرض اللي بغينا على حسب المزاج ديالنا. هذه ابتلاءات في الدنيا، ووجب التفكير جيدا قبل اننا من ناخذ واحد الخطوه اللي ممكن تأذي هذاك الشخص. شحال من حاجه كنديروها وتنقولوا هذه لوجه الله في سبيل الله، تخرج لك من فمك في النار، ولوجه الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله. واش عرفتي ملي تدير شي حاجه لوجه الله سبحانه وتعالى راه كيكون واحد كيكون عنده واحد الجزاء كبير عنده هو احنا ما تنعرفوش. انا صبرت على الابتلاء، انت تصبر على الابتلاء، واحد اخر يصبر على الابتلاء. درء المفسدات. زوجة ايوب عليه السلام صبرت معاه 18 سنه، ما قالش ليه لا انا عييت ولا انا بزاف عليا وانت شوف حالتك كيف دايره وانت شوف نبي تقول لي واش انت نبي ومرتي؟ لا، صبرت معاه حتى فرج الله في واحد اللحظه وحن عليه الله سبحانه وتعالى وقالها اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ملي بغى الله سبحانه وتعالى في واحد اللحظه، في واحد الساعه، في واحد اليوم طلعوا الله من الابتلاء وكانه لم يكن مبتلى. فعلاش حنا الصبر ديالنا قليل؟
علاش الصبر ديالنا قليل، علاش نعطيو ودن يعني الودنين ديالنا للشيطان، علاش تنسمعوا المجتمع ما عايش الحالة ديالي وما عايش الحالة ديالك، واللي غادي يقول لك مثلا لا وانت راه خصك تعيش حياتك، وانت راه خصك دير، وانت راه خصك ما خصكش تحمل، وهادشي بزاف عليك. واش هذاك اللي تيقول لك الهضره واش هو عايش ديك الحاله ديال الزوجه ديالك؟ واش هو عايش ديك الحاله اللي انت فيها؟ وخصوصا ملي كتكون انك مدوز واحد الفتره زوينه معها وعايش معها واحد الفتره زوينه معها، علاش كتكسر بالخاطر ديالها؟ علاش انت كتكون سبب انك كتجمع ليها المرض الجسدي مع المرض المعنوي وكتحطم النفسيه ديالها؟ حتى الرغبه في العلاج ما كتبقاش عندها، حتى الرغبه في العلاج انها تعالج وانها تولي بخير ما كتبقاش عندها. راه الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير استوصوا بالنساء خيرا، رفقا بالقوارير، ترفق بها. هذيك اللي هذيك السيده راه غادي تمشي وغادي تعيش حياتك، ولا ربما الله اعلم، لربما انت تمشي تعيش حياتك واحد الفتره محدده ومن بعد يبتليك انت الله سبحانه وتعالى وتلقى هذيك الزوجه الثانيه هي اللي غتخلي عليك باش انك انت تقدر تشرب من نفس الكاس. يمكن هاد اللهجه عندي شويه جافه، ولكن يعني الموضوع طغى بزاف. هذا لا أنكر وأعيد وأكررها حتى نقدر نكررها حتى مليون مرة، أنه هناك أزواج الله سبحانه وتعالى زرع في قلبهم الرحمة والإنسانية، تبقى مع الزوجة ديالو إلى آخر العمر، وخا يبيع ليها اللي وراه واللي قدامه، أهم حاجة يبقى نفسها في الحياة. وهذه حالات أنا شفتهم بعينيا، ماشي سمعت بهم. كيبقى الزوج مع الزوجة كيتقاتل معها وكيتقاتل عليها باش انها تولي لاباس حتى كتموت مثلا، او لا تيموت هو، المهم انه ما تيتخلاش عليها. الله سبحانه وتعالى بغى لي هذا الاجر، راه انت مبتلى وفي نفس الوقت عندك الاجر. كيف ما انت غتحافظ على ولادك من المرض وغتخاف عليهم من المرض وتخاف عليهم من الفقد وتخاف عليهم، كيما غتجي عندك بنتك واحد النهار وتقول لك ابي راه الزوج ديالي راه حيت انا مرضت راه ولا كيسمعني هضره، راك ما غاديش تقبلها، راك ما غاديش تبغيها. نحن بني ادم كنحسوا، راه كيما بنتك ما غاديش تقبل عليها هذاك الوضع، راه حتى ديك السيده والديها ما غاديش يتقبلوا عليها هذاك الوضع. فانت ماشي غير غادي تضر هذيك السيده، فانت غتضر ولادك وغتضر الام ديالها وغتضر الاب ديالها وغتضر الاخوه ديالها. ففكر فانك انت ماشي غادي تكسر خاطر وانما غتكسر خواطر. الى جينا على نفسنا فاصبر لحكم ربك، فعلا الايه ما كانتش موجهه لينا، ولكن فاصبر لحكم ربك، نصبر لحكم الله سبحانه وتعالى. هو قادر انه يغير الاحوال من حال لحال بين ليله وضحاها. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة في الأرض قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي المتمردين، الصابرين، يعني صبرت على الأذى، صبرت على الابتلاء، صبرت على يعني حطيت واحد يعني الشهوات ديالي والنزوات ديالي جانبا وصبرت. الله سبحانه وتعالى غادي يكافي ليا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لك وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة. مرض الزوجة ديالك مصيبة، مرض الأولاد مصيبة، هي مصيبة تصيب الشخص. مرض الزوج مصيبة، مرض الأب والأم مصيبة، المرض مصيبة. فلذلك حبا بالله سبحانه وتعالى اجبروا القلوب واجبروا الخواطر. أولئك الناس أو أولئك النساء أو أولئك يعني الرجال، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، راه ملي الإنسان تيكون مبتلى وملي الإنسان تيكون مريض راه تيكون في واحد الحالة الله وحده سبحانه وتعالى هو اللي عارف. يكفي أننا نشوفوا الحزن على وجههم، يكفي أننا نشوفوا الألم على وجههم،
فإحنا ما نزيدهمش. بالله عليكم رفقا بالناس، بالله عليكم الزوجة ترفق بزوجها والزوج يرفق بالزوجة دياله، بالله عليكم، لأن الدنيا هي أيام وتنتهي، تنتهي معها كل شيء، ينتهي معها الابتلاءات، الأمراض، ينتهي معها كل شيء. فبالله عليكم زي احضنوا بعض، يعني خليكم مع بعضياتكم، باش حتى الولاد كي يكبروا في حد وجو أسري متماسك، البنت تكبر تشوف العلاقة بين ما وبها كيف دايرة، الولد كذلك، فهما كيكبروا في حال جو أسري متماسك. ومن ابتلاها قادر أن يبتليك. هذه هي الدنيا. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنني نكون قدرت نفسر واحد شوي أو لا نهضر على واحد شوي على هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع كتر بزاف بزاف مع المغريات اللي كاينه في الدنيا حاليا. وكنوجه هذه الرسالة لكل زوج، لكل زوج: احتضن زوجتك، احتضن زوجتك، فوالله لو كنت أنت مكانها لما تركتك. كنتمنى أنني نكون وصلت هذه الرسالة. ومرحبا بكم، يعني الرقم ديالي غتلقاوه لتحت. مرحبا بكم في يعني أي استفسارات وأي حاجة، أي حاجة بغيتو تهضروا عليها، مرحبا بكم. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنني نلقاكم في فيديو قادم بحول الله، ونحن لا نشكي هما ولا حزنا ولا ألما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.